ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، وقلنا بأن الميم تظهر عندما سوى الميم وسوى الباء، يعني أي حرف يأتي بعد الميم الساكنة أظهر يا أخي تلك الميم. ثم قال الجزري رحمه الله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني إذا جاء ميم ساكنة بعدها فاء، مثلا هم فيها خالدون، لا تقل هم فيها خالدون، لا تقل هم في، قل هم فيها، هم فيها، أظهر الميم واحذر أن تخفيها. إذن نهانا عن إخفائها. بعض إخواننا المعاصرين يعني الذين ألفوا في التجويد وهم غير متمكنين يقولون تكون الميم أشد إظهارا عند الواو والفاء. إيش يعني أشد إظهارا؟ وهل هناك إظهار وأشد منه؟ الحرف إذا ظهر، وليس ثمة إظهار وأشد إظهارا. عبارة غير صحيحة، غير دقيقة، فدعكم من عبارات المعاصرين وعليكم بعبارات الأئمة الذين كانوا أدق منا وأعمق، في ما أمسكوا القلم إلا لما يعني تمكنوا من هذا العلم، فلما ألفوا كتبوا عبارات دقيقة مطابقة للمطلوب تماما. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. إذن المطلوب هو أن أحذر من إخفاء الميم عند الفاء أو عند الواو، لا أن تكون أشد إظهارا كما ذكر ذلك بعض المعاصرين. المثال الميم عند الفاء قلنا هم، مثلا هم فيها خالدون، انظروا هم فيها خالدون. لما أقول هم سبحان الله يعني الأسنان لوحدها تكون موجودة أصلا على باطن الشفة السفلى. انظروا هم ما يحتاج الإنسان أن ينتقل، هم في مباشرة. لما أنهي الميم أجد أسناني تلقائيا موجودة على باطن الشفة السفلى، فألفظوا فاء بسهولة. هم فيها خالدون، ولا داعي للتكلف. بعض إخواننا سمعتهم يقولون هم فيها، هذه فيها عيبان. العيب الأول أنه فك وركب يعني باعد بين الحروف. الأمر الثاني قلقل الميم، هذا لا يصح أيها الإخوة، ولا داعي للتكلف، عادي جدا. هم فيها خالدون، ميم بعدها واو أيضا علينا أن نظهر الميم، مثل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الفاتحة عليهم ولا، انظروا عليهم ولا بشكل تلقائي، هم ولا، أنهي الميم وأعطيها حقها من الغنة الناقصة لأنها ساكنة مظهرة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الواو دون أن أقول عليهم ولا، لا أخفي الميم عند الواو. نهى الأئمة عن ذلك وبينوا بأنها حرف مظهر.